طيب اليومين دول لما واحد بيشتري بيت في انفستمنت، بالذات القوانين اللي في كاليفورنيا كتيرة قوي، بيبصوا على حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ ان هو في البيت في باك يارد ولا لا، في مساحة ولا لا. ليه يا عم جورج؟ اليومين دول النظام الجديد ان هو بيخلي البيت يبقى بيتين، بيحطوا الاي دي يو، فبيخلي قيمة البيت اعلى، ونفس الوقت ان بيبقى صاحب البيت بيعمل ايجار، فبيساعده ان هو يدفع الايجار احسن، عشان المورجج بيمنت بتاعته كأنها بتتقسم على 2. فاليومين دول الاي دي يو مطلعين قوانين كتيرة قوي 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 قوي، يا اما تحول البيت تزوده بس حتة صغيرة، او تقسم الارض نفسها لبيتين. في قوانين حلوة كتيرة، يا ريت بقى تسألوا المهندسين اللي حواليكوا يقول لكم التفاصيل بتاعتها ايه، عشان لازم تعمل حاجة قانوني. عشان خلي بالك بقى في نقطة، الانشورنس اللي بيبني لك البيت، اللي بيدي لك تأمين على البيت، لازم يبص على البيت عشان يأمنه لك، عشان يديك انشورنس. انت خلي بالك انت لسه برضو البيت مش بيتك، البيت بيتك وبيت اللندر. فيا ريت اما حد يعمل اي دي يو يعملها قانونيا. وخلي بالك معلومة تانية برضو، اما بتعمل اي دي يو بياخدوا بروبرتي تاكس اعلى علشان قيمة البيت عليت، فهتدفع ضرايب شوية، بس مميزاتها كتير اكتر من عيوبها. بس يا ريت تعمل كل حاجة بالورقة والقلم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم، روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاكم.